تخيلوا لو نقدر نرجع بالزمن، مش لأي مكان أو أي وقت. رحلتنا اليوم هتاخدنا لمكان محدد جدا وفي زمن معين، القاهرة، في تلاتينيات القرن التاسع عشر. يا ترى إيه اللي كان بيحصل في يوم عادي هناك؟ إيه شكل الحياة اللي كانت الناس عايشاها؟ طيب، خلينا نبدأ رحلتنا، وأول حاجة هنشوفها هي الصورة دي. صورة غامضة، صح؟ سيدة من القاهرة لابسة لبس الخروج بتاع زمان، كل ملامحها وهويتها مستخبية ورا اللبس ده. الصورة دي لوحدها بتثير ألف سؤال، بتخلينا نفكر ونبقى عاوزين نعرف أكتر. يا ترى إيه اللي كان بيحصل ورا الستار ده، بعيداً عن عيون الناس في الشارع، ورا أبواب البيوت المقفولة؟ هو ده بالظبط السؤال اللي هنحاول نجاوب عليه النهاردة. رحلة استكشاف لعالمين مختلفين تماماً، العالم العام والعالم الخاص. علشان نقدر نجاوب على الأسئلة دي محتاجين حد ياخدنا في جولة، محتاجين دليل. ودليلنا في رحلتنا دي شخصية مش عادية خالص، رجل إنجليزي اسمه إدوارد ويليام لين. لين مش مجرد سائح زار القاهرة، لا، ده عاش فيها ووهب حياته إنه يسجل ويوثق كل صغيرة وكبيرة شافها بعينه. وهنا بقى بتيجي أهمية اللي عمله. لين كان حاسس إنه شايف عالم على وشك يختفي، إنه بيشهد تغييرات كبيرة جدا هتحصل. عشان كده حس بمسؤولية وإلحاح إنه لازم يوثق كل حاجة، كل تفصيلة في الثقافة دي قبل ما تضيع وتتنسي للأبد. مهمته كانت أشبه بسباق مع الزمن لإنقاذ ذاكرة جيل كامل. تمام، يلا بينا نبدأ جولتنا. وأول مكان هنروحه هو قلب الحياة في القاهرة وقتها، المكان اللي كان بعيد عن العيون، البيت، عالم الأسرار والهدوء. لو بصينا من بره يمكن ما نلاحظش أي حاجة تلفت النظر. البيوت شكلها بسيط ومتواضع عن قصد، كأنها بتحاول تخبي أسرارها. حتى المدخل نفسه كان تصميمه مخصوص عشان يحافظ على خصوصية الناس اللي جوه. لكن لما نقرب شوية الأسرار دي بتبدأ تظهر في التفاصيل الصغيرة. شوفوا الباب الخشبي ده بزخارفه، ده مش مجرد باب، دي العتبة الفاصلة بين عالمين، عالم الشارع الصاخب بره وعالم الأسرة الهادي والخاص جوه. وأول ما نعدي الباب كل حاجة بتتغير. فجأة بنلاقي نفسنا في فناء مفتوح للسماء، مليان نور وهواء. ده هو الحوش، أو نقدر نقول قلب البيت اللي بينبض بالحياة. هنا العيلة بتتجمع وكل أوض البيت بتطل عليه. ده كان مكان للحياة، مكان الناس تتنفس فيه. ولو بصينا لفوق هنلاقي يمكن أبرز حاجة في العمارة دي المشربية. دي بقى مش مجرد شكل جمالي وخلاص، لأ، دي كانت اختراع هندسي عبقري. تخيلوا معايا، شبكة خشبية دقيقة جدا بتسمح للستات إنهم يشوفوا الشارع وكل اللي بيحصل فيه من غير ما حد يشوفهم، وفي نفس الوقت بتدخل نسمة الهواء الباردة اللي بترطب البيت في عز حر القاهرة. يعني خصوصية وراحة في تصميم واحد، حاجة في منتهى البراعة. طيب خلينا دلوقتي ناخد نفس عميق ونسيب هدوء البيت ده ونطلع بره لطاقة الشارع ودوشته. هنا بقى في شوارع القاهرة القواعد مختلفة تماما والإيقاع أسرع بكتير. أول حاجة هتلفت نظرنا في الشارع هي اللبس. لبس الرجالة كان مميز، بس لبس الستات كان حكاية تانية خالص. كان متصمم مخصوص للحشمة والإخفاء الهوية بالكامل، خصوصا للستات الطبقات الغنية. الحجاب الكامل وقتها ما كانش مجرد قطعة قماش، ده كان علامة على المكانة الاجتماعية العالية وعلى الخصوصية. الشوارع دي كانت عاملة زي مسرح كبير شغال طول اليوم. هنا نلاقي أسواق زحمة، بياعين وزباين، وهناك نسمع صوت الحكواتي وهو بيلم الناس حواليه، ومن جنبنا يعدي السقة وهو بينادي على المية. الحياة كانت عبارة عن خليط من الأصوات والمشاهد والألوان، وكل ده كان بيحكمه نظام وآداب اجتماعية صارمة حتى لو مش مكتوبة. بس وسط كل الدوشة اليومية دي كان في لحظات استثنائية، لحظات المدينة كلها بتقف عشان تحتفل. ويمكن من أروع اللحظات دي كانت مواكب الأفراح اللي كانت بتحول الشوارع دي لمسرح كبير للفرحة. الجواز وقتها ما كانش مجرد يوم واحد وخلاص، لا، دي كانت رحلة طويلة من الطقوس. بتبدأ بموكب العروسة وهي رايحة الحمام عشان تستعد، بعدها تيجي ليلة الحنة بكل رسوماتها واحتفالاتها الخاصة بالستات، وفي الآخر كل ده بيتوج بالحدث الأهم والأكبر، الزفة. والمشهد ده بيورينا قد إيه الزفة كانت حدث عظيم. العروسة بتكون تحت مظلة متزينة، والموكب الكبير بيمشي في الشوارع على أنغام الموسيقى والاحتفالات. دي ما كانتش مجرد مسيرة، دي كانت إعلان رسمي قدام المجتمع كله إن في عيلتين ارتبطوا ببعض. طيب بعد اليوم الطويل ده ما بين شغل بره واحتفالات في الشوارع،
خلينا نرجع تاني لهدوء البيت عشان نكتشف جانب تاني مهم جدا من الثقافة في القاهرة وقتها: الضيافة. الضيافة اللي كانت بتعتبر طقس اجتماعي مقدس تقريبا. في أي تجمع اجتماعي كانت الشيشة جزء أساسي. هي ما كانتش مجرد حاجة للاسترخاء وبس، لا، دي كانت الطريقة اللي بتبدأ بيها الحوارات وبتكسر الحواجز بين الناس. لما صاحب البيت يقدم شيشة لضيفه كأنه بيقول له أهلا بيك، البيت بيتك. وبعدها يجي طقس القهوة، والقهوة دي كانت بتتحضر بطريقة معينة قوية جدا، وبتتقدم في فنجانين صغيرة من غير سكر. طريقة تحضيرها وتقديمها دي كانت فن لوحدها، وكانت جزء مهم جدا من التعبير عن الاحترام والتقدير للضيف. أما الأكل ففي الغالب كان بيقدم على صينية واحدة كبيرة والكل بياكل منها. الحركة البسيطة دي كان ليها معنى عميق جدا، معنى المشاركة والتواصل. في الآخر الضيافة ما كانتش أكل وشرب وخلاص، دي كانت تعبير حي عن قوة العلاقات الاجتماعية. طيب، بعد ما خدنا الجولة دي في تفاصيل الحياة اليومية، إيه اللي بنطلع بيه من كل التوثيق الدقيق اللي عمله لين؟ يعني إيه القيمة الحقيقية لكل الرسومات والكلام اللي سجلوه؟ الفكرة كلها إن كتاباته ورسوماته دي قدرت تحفظ لحظة معينة جدا من التاريخ، كأنه ادينا صورة نادرة لعالم كان خلاص هيتغير، وخلانا نشوف تفاصيل حياة كان ممكن تضيع وتتنسي تماما لولا المجهود الجبار اللي هو عمله. وده بيخلينا نسأل نفسنا سؤال مهم: إيه هي التفاصيل والعادات والطقوس اللي في حياتنا النهاردة اللي بنتعامل معاها كأنها حاجة عادية وموجودة على طول، لكن لو محدش سجلها ووفقها ممكن تختفي وتتنسي تماما مع الأيام؟ سؤال يستاهل نفكر فيه.